قضية الصحراء الغربية. قضية الصحراء الغربية إذا تتذكروا، أولا إذا تتذكروا قبل أشهر قلت لكم فيه مخطط. هذا المخطط من حسن حظي سعيد بن زديرة أنني اطلعت على بعض بنوده في نقاش في دوائر مغلقة، طلعت عليه. والله أنا مثلك استغربت هذا التصريح، لأنني شخصيا لست على دراية بأي مشروع اتفاقية سلام بين البلدين اللذين ذكرهما. المقترح هذا وشني؟ وهو اعتبار حركة حماس وحزب الله والحوثيين والبوليزاريو حركات إرهابية، حركات إرهابية يبدأها بالعقل. قرار بنزع السلاح، إلى نزعوا السلاح بإرادتهم، هم خلاص دخلوا الصف ونزعوا البنطلون وصلت كنبي. إذا كان قرروا لا نبقوا بالسلاح ذا حركة إرهابية. وما أعلمه أن الولايات المتحدة، الولايات الأمريكية أو الولايات المتحدة تعمل الآن مع الطرف المغربي. بوليزاريو ستصنف حركة إرهابية، دوها من عندي. والشيء اللي مخوفني أن الجزائر ستوافق. الجزائر في ظل الحكم الراشد لفخامة الزعيم ستوافق مثل ما وافقت على قطاع غزة، وبالتالي تخلصنا من فلسطين، تخلصنا من الصحراء الغربية. أما عن بعد جزائري مغربي فليس هو موجود في جدول أعمالنا في هذه اللحظة. أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة التزام الجزائر بمسؤولياتها الدبلوماسية الدولية والإقليمية حسب ما قال، لا سيما دورها في دعم الوساطة الأممية لحل النزاع القائم في ملف الصحراء. شدد الوزير على أن القرار حافظ على جميع ثوابت الحل العادل والدائم بما يشمل استمرار رعاية الأمم المتحدة لمسار الحل السياسي وضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو. واحد يقول لي يا بزديرة ما هي يعني كي نقولوا الناس المؤشرات اللي تشوف فيها؟ مؤشرات بسيطة. رئيس ترامب أسأل المبعوث تاعو وتصريحات وكذا وكذا، قال نعطيكم شهرين يا جزائر، تبون نعطيك شهرين تحل مشاكلك مع المروك، نهاية 31 ديسمبر تكون كملت مشاكلك مع المغرب. تفاهموا في بيناتكم، اخطونا من مشاكل، مانيش حاب ندخل بيناتكم ونبدا نقربها. في مؤتمر صحفي إذن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يقول إن الجزائر لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع، شريطة أن تندرج هذه المبادرة في الإطار الأممي. هنا أود أن أسأل ضيفي في الاستوديو سيد حسين مصدق الباحث الجزائري في العلوم السياسية، ماذا عن هذا الاستعداد الجزائري؟ وهل نحن أمام تغيير جوهري جذري كما وصف البعض وكما قال في مقاربة الجزائر إزاء هذا النزاع؟ يخرج لنا وزير الخارجية أحمد عطاف يقول لك احنا الآن ما عندناش مشكل احنا نكونوا وسيط ما بين المغرب والصحراء الغربية. شني وسيط مع الصحراء من 76 حتى 2025 المغرب يعتبرك أنت الطرف وأنت العدو وأنت الخصم، مش مستعرف قال الصحراء الغربية قال لك أنت مشكلتي معاك. الجزائر كانت طرف بالنسبة للمغرب، وإحنا نقول لهم خاطئين، نقول لك لا أنتم تجي الآن تقول له أنا راح ندخل وسيطة، يعني تدخل أنت وسيط ما بين إبراهيم غالي والحسن ومحمد السادس، تدخل بيناتهم وسيط جمع معاهم، مش عارف أنا كيفاش. يبدو أن من خلال القرار الأممي الأخير لمجلس الأمن أن القضية الصحراوية أو النزاع الصحراوي المغربي قد ثار من جديد، لم يتخذ بشأنه قرار واضح، لم يتخذ بشأنه، لم يحسم الصراع، وإنما أعاد القضية إلى الواجهة. الأمر الثاني وهذا هو الأهم والأخطر، أوكي يا سي عطاف، وكي تدخل وسيط أنت ما بين المغرب والصحراء الغربية، هو ما عندكش علاقات مع المغرب، قطعت علاقاتك الدبلوماسية، غلقت السفارة، حبست كذا والحدود وغلو، كيفاش ده؟ يقول لك هذا هو المشكل، احنا دركا لازم نعيد العلاقات مع المغرب قبل نهاية السنة، قبل 31 ديسمبر، تنفيذا لأوامر ترامب، لأنه أحمد عطاف راهو مدخلها لنا بالعقل،
خليها بالعقل، سما نعطيها لهم غير بالعقل. قال احنا رانا واش رايكم نكونوا وسيط ما بين المغرب والصحراء الغربيه؟ كاين بعض يقول لك ايه معليش اسي، ايه بصح باش نكون وسيط لازم تكون عندي علاقات طيبه مع المغرب، لازم عندي سفاره وعندي وزير خارجيه يروح ويجي ونفتحوا الحدود، على الاقل الحدود الجويه سيدي، نفتحوا الخط الجوي ما بين الجزائر والرباط وكذا وكذا، ونرجعوا دفء العلاقه وكذا كذا تمهيدا لفتح الحدود البريه ونسهلوا الامور، وبعد كنولوا وسيط، وبعد كي نزيروا على غالي ابراهيم يقبل بالحكم الذاتي ونغلقوا الملف الصحراوي. هذه هي الخطه هذه. البرنامج هو قبل 31 ديسمبر ستسمعون أن الجزائر اتفقت مع المغرب على إعادة العلاقات وعودة السفراء، هذا يرجع للرباط والآخر يرجع للجزائر والأمور طيبة عسل. وهذا هروب إلى الأمام للجزائر، فلا يمكنها أن تدير الصراع بالوكالة، فهي التي أنشأت تنظيما ومولته وسلحته لمدة 50 سنة وخسرت الملايير من الدولارات يقال ويشاع 500 مليار. لا يمكنها الاستمرار في إدارة الصراع بالوكالة، فينبغي أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها التاريخية والمغاربية وتعلن عن موقفها الواضح كطرف أساسي في النزاع مع المغرب. واحد يقول يا بن زديرة هي وانت ضد، لا انا مش ضد، انا لست ضد، ولكن بالطريقه الحقيره المخزيه نتاع هبط السروال وانت تصفق وتشطح ما نقبلهاش، لانه اللي تعنطر وغلق وطرد السفير وغلق المجال الجوي ودار كل شيء هو ستبون. اذا ما هو المبرر الشرعي والقانوني والمنطقي اللي يخليه يتراجع على القرار تاعو؟ معناتها القرار الاول تاعك غلط، معناتها توتر العلاقات مع او توتير العلاقات مع المغرب وغلقها دوبل سيس من البدايه كان غلط. الجزائر تقول تدعم وساطة في إطار منظم. ماذا يعني الوساطة؟ وساطة إنه كل ما تقترح الأمم المتحدة أو دول ذات سمعة ودول محايدة فهي ترحب بها، بمعنى أنها ستتعاطى ربما بشكل إيجابي من الذي نفهمه من عبارة ستدعم وساطة. هاو الفرق. نفس الشيء بالنسبة لي عودة العلاقات مع المغرب، أنا كنت حاب ترجع العلاقات مع المغرب بإرادتي وأنا رفع راسي وحاكم السيجار وقال قررنا عودة السفير الجزائري إلى الرباط وفتح الحدود وفصل القضية الصحراوية على جنب وكذا وكذا السيجار، ماشي لأنه ترامب أعطاني مهلة 2 شهر لازمني نطبق الأمر. هاو المشكل، هذا ما أرفضه، الطحين والرخص هذا اللي نرفضه. متراجل ماكش قادر تموت راجل، ريح ربك ما نحتاجكش. فالأمور واضحة وضوح الشمس في أن الجزائر تدعم جهود الوساطة بين جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية لحل هذا النزاع، والجزائر هنا يظهر بأنها تريد مخرج سلمي، مخرج تفاوضي لهذه القضية. ومن هذا المنطلق لا يمكن أن نتهم الجزائر أو نحملها ما لم تقوم. ماكش قادر تموت راجل وتبقى عند كلمتك، ريح قال يا دروات، خلي الرجال يهضروا، خلي الرجال يقدموا صدورهم. اطرد ضيفك وما تغرش به، هذا هو اللي زعاك ضيفه ولا غرار به. ماكش قادر تحمي ضيفك وماكش قادر تضرب الطابله وماكش قادر تكون عند كلمتك، ما نهضرش يا اخي، نسكت نشد سابعي ما نقاومش هذيك المقاومه تاع الطسطوزيه والعرطوزيه والبرطوزيه وبعد كان نذل روحي. الجزائر تبدي استعدادها لدعم وساطة بين المغرب والبوليزاريو ضمن إطار أممي، فهل يؤشر ذلك على تحول في السياسة الخارجية الجزائرية أم يظل مناورة جديدة؟ فهمتوا وراه المشكل؟ أنا لست ضد القرار تاع الأمريكي ولا ضد قرار هذا تاع الصحراء يسموه تاع المغرب ولا ضد إطلاق سراح سنصال، مانيش ضد من حيث المبدأ، ولكن بطريقة تحفظ كرامة وتاريخ ونخوة وحولية الجزائر. ومن منطلق المسؤوليات الملقاة على عاتقها كبلد مجاور لطرفي النزاع، فإن الجزائر لن تبخل بتقديم دعمها
لأي مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع، شريطة أن تندرج هذه المبادرة في الإطار الأممي، وأن يحتكم في شكلها وفي مضمونها إلى ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية على النحو المنصوص عليه في جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار الأخير. يجب أولا أن نضع النقط على الحروف. عندما تتحدث الجزائر وتقول بأنها مستعدة للقيام بدور الوساطة، دور الوساطة يفترض عنصرين أساسيين، أولهما وأن تكون لك علاقة مع كلا الطرفين. بالنسبة للنظام الجزائري قطع كل علاقاته مع المغرب، فعن أي وساطة يتحدث؟ ذليتونا الله يذلكم، رخصتونا الله يرخصكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.